انا امس سمعت تصريح حمد الله زين. يعني انا صراحه مستغرب رده الفعل العجيبه الغريبه، يعني كانه يقول كاد المريب ان يقول اخذوني. الرجل سئل عن عقده فقط، إن كيف وقعت عقد زين بدون ما تتناقش في الاسعار بالقيمه وحاجه زي كذا. كان وقعت عقد اني مع فريق في رجال، واثق في رجال، في رجال يعني واثق فيهم. ايش اللي يعيب انا الناس الثانيه اللي تجي تقول ليش تقول الاتحاد فيه رجال؟ انا اقول اهلك الاتحاد فيه رجال، كل الانديه فيها رجال. انا الحين لو اني لاعب في الاتحاد واجد وقفه غير طبيعيه معي بعد ما تعرضت للمشاكل، وصلت المحاكم، وصلت تشويه سمعه من اعلام، بعض الاعلام بعض الجمهور وقفوا معي وقفه رجال. انا لازم ارد الجميل، بالعكس هذه من يعني المرجله انك ترد جميل الرجال لما يقول لك انا وقعت في رجال. لا يعني هذا ان الانديه الثانيه ما فيها رجال، لكن ما انا عارف هالهبه دي وش اللي صار فيها. نعم. شو يعني وش اللي انا يعني زي ما قال اللي تقبله انت احنا ما نقبله، زي اللي قال عايد قبل شوي. لا اللي تقبله انت احنا ما نقبله، زي اللي قال عايد قبل شوي اذا بطنك ريح لا تستريح. لكن هو الكلام. لا تقبله انت احنا ما نقبله. انا لو قال الاساءات هذه احنا ما نقبلها. خالد لو قال حمد الله اني انا كان عقدي السابق ما في رجال اقول لك صح، اجي اوقف اقول لا يا حمد، انا اقول لا يا حمد الله ما تقول هو يتكلم ما قال له وضحت الفكره. سؤاله ما كان عن العقود السابقه، هو يتكلم عن السنتين اللي قدام. صحيح. كيف انت وقعت زين بدون ما تناقش؟ قال اني عارف ان في رجال. طيب شو القصه؟ من اللي الثانيين ذول؟ شكرا تفضل.